مرحبا واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. معكم محمود مكتبي، مدرب لياقه بدنيه وفتنس لاخر 6 سنين. طبعا صار لي بمارس الرياضه ما يقارب 15 سنه بشكل احترافي وبشكل غير احترافي. فيديو اليوم رح نعمل ستريتش لعضلات الاجرين او القسم السفلي من الجسم بشكل كامل، ونحاول نستهدف كل العضلات الموجوده. مده الستريتش رح تكون 10 دقائق كامله. كل اللي عليكم تجهزوه هو مات وتبدوا معي. جاهزين؟ يلا نبدا. رح نبدا ستريتش بانه ناخذ اجرنا بالشكل هذا، نسحبها لعنا قدر الامكان. طبعا لازم تعرفوا انه اي ستريتش عم تعملوه لازم اقل شيء تضلوا 30 ثانية بالوضعية اللي انتم شادين فيها العضلات، ودائما عم ناخذ نفس ونفضي نفس بشكل كتير منيح. اجرنا لفوق بالشكل هذا. كمان هون ما شرط نسحب اجرنا للاخير، لازم اهم شيء تكون الركبة مشدودة كتير منيح لورا. طبعا مثل ما شايفين انه الفلكسبيليتي عندي ما هي باحسن حالاتها، لازم ندربها احسن من هيك. بعدين بالوضعية هون رح نحط اجرنا هيك، وناخذ ايدنا هون ونفتر للطرف الثاني بالشكل هذا. هون رح نحس عضلات الجلوتس شادين بشكل منيح. واخر شيء عم نجيب اجرنا بالشكل هذا، وناخذ اجرنا الثاني هون ونسحب قدر الامكان. هلا رح نبدل، نخلي اجرنا على الارض وناخذ الركبة الثانية بالشكل هذا، نسحبها لعنا قدر الامكان. اجرنا فوق شادينها وعم نجيبها لعنا قدر الامكان. من هون عم ناخذ اجرنا هون وعم نفتلها للطرف الثاني، واجت بوينه تشاركنا الستريتش. شو؟ يلا هلا اجرتين التنتين رح نسحبهم لعنا ونرفع حوضنا عن الارض اهم شيء. اوكي، رح نعود على الارض بالشكل هذا، ورح نحط اجر هون والاجر الثانية عم نمدها وعم نحاول نوصل قدر الامكان لقدام. كمان مو شرط نوصل لقدام اذا كانت الركبة مطعوجة، لازم الركبة تضل مشدودة كتير منيح على الارض. رح نحاول نضل 30 ثانية بالوضعية هي. طبعا هو ممكن تضلوا بين 30 ثانية والدقيقة لحتى ستريتش يعطي فعالية كتير منيحة وتبلش. هي العضلات ما رح ترخي، ولكن يبلش العقل يخلي العضلات تمط بشكل أكبر. اوكي، رح نبدل الطرف الثاني. طبعا طبيعي جدا انه تلاقوا طرف مشدود اكثر من الطرف الثاني. هذا الشيء بيرجع لنمط حياتكم، شو بتعملوا بحياتكم، كثير قصص ثانية منها قصص جينية. رح نضل عم ناخذ نفس ونفضي نفس.
هلا اجرتين التنتين رح نمدهم لقدام بالشكل هذا، وهون بدنا نحاول نخلي ظهرنا مشدود كتير منيح، وشوي شوي عم نمد ظهرنا لقدام. رح تحسوا بالوجع هون بالفخذ الخلفي، هذا الشيء طبيعي جدا. ضلوا خذوا نفس وفضوا نفس، حطوا ايديكم ورا بالشكل هذا وخلوا ظهركم مشدود. طبعا الركب لازم تكون دائما مشدودة. هلا ممكن شوي نمد ايدينا لقدام بالشكل هذا. اوكي، من هون كمان رح نكون على الارض، رح نفتح رجلينا بالشكل هذا، كمان حاطين ايدينا خلف جسمنا، ظهرنا مشدود، وعم نحاول شوي شوي من حوضنا نميل ظهرنا لقدام. ممكن بعدها نحط ايدينا قدام هون ونحاول شوي شوي نروح لقدام أكثر ما فينا. هلا من هون رح نروح شوي على طرف اليمين، نضل عم ناخذ نفس ونفضي نفس. هذا الشيء رح يساعد جسمنا بالستريتش. ونروح على طرف الشمال. من هون رح نعمل باترفلاي ستريتش بالوضعية هي. عم نحاول الركب ننزلهم قدر الامكان على الارض. طبعا هون في ناس رح تكون مثلا واقفة هون وما بتحسن تنزل كثير، مو شرط، المهم انه تشدوا قدر الامكان لتحت وتحسوا ستريتش هون او تحسوا بالوجع. هلا رح نعمل ستريتش بالشكل هذا من هون ونمط حوضنا لقدام قدر الامكان. حنضل ناخذ نفس ونفضي نفس. كمان رح تحسوا ستريتش بعضلات الهيب فليكسرز اللي هن تماما بالنقطة التحتانية من بطنكم أو حوضكم. هلا من هون رح نرجع شوي لورا بالشكل هذا، رح نسند جسمنا وناخد اجرنا بالشكل هذا، نعمل ستريتش لعضلات الكواد أو الفخذ الأمامي. اوكي، رح نبدل اجرينا، رح نحط الرجل الثانية هون ونخلي حوضنا يروح لقدام. نعمل ستريتش لعضلات الهيب فليكسرز. رح نرجع شوي لورا بالشكل هذا وعم نعمل ستريتش لعضلات الفخذ الأمامي.
هلا شوي شوي رح نوقف لفوق، رح نوقف واي حيط عنا بالبيت رح نروح نحط ايدينا عليه بالشكل هاد، قدم ورا بالشكل هاد. اهم شيء انه الكاحل والكعب تبع الاجر يكون على الارض بشكل كامل، ومن هون عم نميل حوضنا شوي شوي لقدام. هون رح نحس بستريتش لعضلات الكالف او البطه. مش قد ما فينا نميل لقدام، ولكن اهم شيء انه الكعب ما يطلع عن الارض. اوكي رح نبدل الرجل الثانية بالشكل هذا. هلا رح نحط الاجرتين ورا بالشكل هذا، الكعب على الارض ما عم بيطلع على الارض، شوي شوي عم ننزل لقدام. هون رح نحس بستريتش كتير منيح لعضلات الكالف ماسلز. اوكي، وهيك بنكون عملنا ستريتش لكامل عضلات القسم السفلي من الجسم. هذا الستريتش اذا بتطبقوه 4 ايام بالاسبوع على الاقل، جسمكم رح يفرق بشكل كتير كبير، ورح تتخلصوا من كتير الاوجاع الموجوده بجسمكم، منها اوجاع الركب، الحوض والظهر. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. اللي استفاد واللي حب الستريتش ممكن يعمل سبسكرايب. اذا حسيت انه الفيديو مفيد فبتمنى انه تشترك بالقناه، لانه هذا الشيء رح يفيدني، وكمان لحتى تشوف كل الفيديوهات الجديده اللي رح تنزل على القناه. انتظرونا بالفيديوهات والتمارين الجاي. سلام.